السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المسلمين والمسلمات، أريد أن أقول لكم طريقة بإذن الله فيها شفاء كثير من الأمراض لكل من يعاني من الأسحار أو يعاني من أمراض في البطن، آلام وأوجاع وبرودة في اليدين وفي الرجلين. هناك طريقة بإذن الله لكل من يستعملها تأتي أكلها بإذن الله مع الأذكار وقراءة القرآن. سبحان الله، فكثير من الأمراض تأتي من أسبابها هو الأكل. يعني نأكل أكل كثير والأكل يبقى في الأمعاء، يترسب في الأمعاء وينتج عنه سموم، وهذه السموم يمتصها الجسد، وهذه السموم بها يتقوى الشيطان ويعمل عقد. فهناك سبحان الله طريقة سأريكم إياها. تشترون هذا الوعاء سبحان الله، تملؤونه بكأسين من القهوة، وكأس تعملون فيه كأس ساخن حر، تعملون فيه ملعقة أو 3 ملاعق من القسط الهندي، وتتركونه 5 دقائق، ثم تصفونه وتسكبونه في الوعاء مع كأسين من القهوة، والباقي تعملونه ماء بارد. يعني هناك درجات، لتر إلى لترين، تبدأون بلتر. كل من يريد أن يبدأ بلتر واحد، من بعد عندما تألفونه يمكن أن تكثرون منه تصلون إلى لتر 500. تضعونه في الوعاء، وهذا أعزكم الله تضعونه في الشرج. قبل وضعه تعملون زيت الزيتون عليه حتى يسهل وضعه، وهذا صمام لإغلاق أو فتح الماء. تضعونه في مكان مرتفع، يعني قرب سريركم، تستلقون على السرير على الجهة اليمنى أو اليسرى، على الجهة اليسرى، وتضعونه من ثم تفتحون الصمام وتتركونه ينزل، وسترونه ينزل إلى أن يختفي السائل. من ثم تغلقون الصمام وتنزعونه وتستلقون على ظهركم، ثم تعملون مساج للبطن. هذا هو البطن. تعملون مساج هكذا، نصعد كعقارب الساعة، ثم ننزل، نصعد ثم ننزل. تعملون هكذا 3 دقائق، ثم تقفون وتتمشون. ستأتيكم يعني حزمة أولى لا تذهبون، حزمة الثانية اذهبوا إلى المرحاض أعزكم الله، ثم سترون العجب. يخرج كثير من الأشياء التي لا تخرج في العادة وتبقى في الأمعاء، وممكنكم استعمالها 2 في اليوم إذا أردتم، أو تستعملونها في الأسبوع 2 لتنظيف الأمعاء. وبعد الصيام كذلك، عند الصيام أفضل، لأنه تستريح البطن من الأكل، وتستفرغون كل ما في أمعائكم، ويستفيد البطن والجسد يستفيد الجسد من هذه الراحة التي تشعرون بها. سبحان الله، تشعرون براحة كثيرة
حينما تستفرغون كل هذه الشوائب من الجسد. وسبحان الله كذلك هناك أشياء تزيد يعني من الراحة النفسية كقراءة القرآن، قراءة سورة البقرة كل صباح مع سورة ياسين وسورة الصافات وسورة الواقعة والرحمن والزلزلة. وإذا أمكن لكم أن تقرؤونها على ماء، تأخذون قنينة وتقرؤون، كلما تقرؤون تضعون القنينة أمامكم، وكلما تنتهون تنفثون في الماء وتشربون من هذا الماء. سبحان الله تجدون تغير في حياتكم إلى الأفضل، وكل ما هو متعطل بإذن الله سييسره الله. وتعملون أذكاركم في الصباح، أذكار الصباح والمساء، وخير الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير. كلما أكثرتم كان أفضل، يعني إذا وصلتم إلى 500 في اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا كله أستودعكم الله، وأسأل الله العظيم أن يشفي كل مريض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.